بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الآن بدأت الشباب توتعي إلى من يسمى بعبد الحميد المهاجر، ولو أنه في جهال تكتب عليه. الحين قاموا يكتبوا عليه المرجع والأول بس الفقيه. هذا مو كلامي، اكتب عنه وين درس في الحوزة. ترى ما درس شيء في الحوزة، وطلع علينا بأنه ما بيشيعوه، ما بيصير له قبر مسكين. وطلع علينا بأنه الصيحة في الشهر هذا اللي راح 1444 شهر رمضان ليلة الجمعة، وأن حين العباس ترى هو اللي منادينا، متصل إليه ونادينا جايبنا كربلاء بعد هذه الأشياء الفتن وسب الدول، خصوصا دولتنا المملكة العربية السعودية. المهم الحمد لله الحين بدأوا يفهموا بأن هذا إنسان على قد حاله،